قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابب أفكركم إن إحنا رجعنا ننزل قصص رعب مخيفة جدا على قناة هلاوس الرعب 2. روحوا اشتركوا دلوقتي لو مش مشتركين، هتلاقوا اللينك تحت الفيديو ده، وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا يا أقوى جيش. نانسي بتقول إن كل حاجة بدأت من حوالي 18 شهر، والوقت ده بالنسبة لها دلوقتي حاساه كأنه عمر بحاله. أول مرة شافته، أو على الأقل هي فاكرة إنها أول مرة تشوفه، كان في المطعم اللي كانت بتشتغل فيه. نانسي كانت شغالة جرسونة من النوع اللي بيضحك لكل الناس حتى الناس الغريبة، وهو كان واحد من الناس دي، طويل ورفيع، شعره أسود ودهني ونازل على عينيه، ودايما بيتكلم بكلام مش مفهوم ومش بيبص في عين حد. بتفتكر انه كان لابس هودي رمادي اغلب الايام، والكمين بتوعه كانوا مبقعين كأنهم ما اتغسلوش بقالهم مدة طويلة، وكان بيقعد في الركن على ترابيزة واحدة لمدة ساعات متمسك بكوباية قهوة سادة ومش بيطلب غيرها. في الأول نانسي ما اهتمتش بيه، الناس بتيجي وتروح وده كان بالنسبة لها زبون زي أي زبون، لكن اللي خلى الموضوع يلفت نظرها هو إنه كان دايما باصص عليها، مش نظرة إعجاب ولا مجاملة، لا، نظرة باردة كأنه بيدرسها أو بيقيمها. في يوم من الأيام وهي بتقفل المحل بالليل، لمحت من ورا الإزاز إنه واقف بره بيبصلها وهي بتقفل. حاولت تقنع نفسها إنه مجرد واحد وحيد وغريب وعجبه شكلها، وإنه مش فاهم إنها قلة ذوق إنه يبصلها كده، لكن الموضوع موقفش عند كده. بعدها بأسبوع تقريبا لقيت ورقة موجودة تحت باب شقتها. الورقة كانت متقطعة من كشكول ومكتوب عليها بخط زي خط العيال الصغيرين: كنت حلوة في اللون الأزرق النهاردة. نانسي استغربت لأن لبس الشغل بتاعها مفهوش أي لون أزرق، لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت لابساها زرقاء في اليوم ده كانت اللبس البيتي بتاعها. في اللحظة دي قلبها وقع في رجليها، هي عايشة لوحدها ومفيش حد المفروض يعرف هي لابسة ايه وهي في البيت. بدأت تلف على الشقة، تقفل كل الشبابيك وتتأكد من الإقفال، كل حاجة كانت مقفولة كويس. رمت الورقة وقالت لنفسها إنه يمكن تكون حركة من عيال صغيرة، يمكن مقلب ولا حاجة، لكن الكلام ده ما كانش مقنع. وبدأت تنام، وكل ليلة حاطة سكينة المطبخ تحت المخدة. والأيام اللي بعدها الموضوع بقى اتعقد أكتر. نانسي بدأت تشوف الراجل في كل حتة، مش من قريب لكن من بعيد. فضل واقف في الشارع المقابل ليها وهي ماشية على البيت، شخص واقف تحت عمود نور قدام بيتها بالليل. ما كانتش دايما بتشوف وشه، لكن دايما كان إحساسها بيقول لها إنه هو. مرة كانت في السوبر ماركت وافتكرت إنها شافته واقف على بعد ممرين، بصص لها من بين علب الكورن فليكس، ولما لفت تبص تاني كان اختفى. بدأت تحس إنها مجنونة، يمكن تكون متوترة من الشغل الكتير وقلة النوم، لكن الورق ما وقفش. كل شوية تلاقي ورق جديد بنفس الخط الطفولي ده: بحب شعرك وهو سايب، ما تسيبيش الستاير مفتوحة، أنا أقرب مما تتخيلي. كل ورقة كانت بتزود الرعب اللي بيجري في جسمها أكتر وأكتر. نانسي بتقول إنها كانت بتحتفظ بكل الورق اللي كانت بتلاقيه بدل ما ترميه زي ما صاحبتها نصحتها، وبدأت تحطهم في علبة جزمة عشان يبقوا دليل إن في حاجة غلط جدا بتحصل. كانت بتصلي وتدعي إن الموضوع يخلص وإن الراجل ده يزهق منها ويبعد، لكن للأسف الوضع بقى أسوأ بكتير. كانت وهي راجعة من الشغل بالليل تحس بخطوات وراها، ولما تبص ما تلاقيش حد. الزبالة بتاعتها بدأت تتقلب كل شوية، وفي يوم لقيت عصفورة ميتة قدام باب البيت، رقبتها كانت مكسورة وريشها متقطع ومرمي على السلالم، وكأن حد كان قاعد يقطع ريشها واحدة واحدة. والورق اللي كانت بتلاقيه بقى مرعب أكتر من الأول، كان مكتوب فيه حاجات زي: أنا سامع نفسك وانت نايمة، ما تفتكريش انك تقدري تستخبي مني. نانسي كانت على طول قاعدة في البيت مش بتنام، ماسكة السكينة ومستنية يحصل أي حاجة. كانت متأكدة إنه بره قاعد يراقبها وقرب منها أكتر، ومجرد وقته هيعمل فيها أي حاجة. في الآخر ما قدرتش تتحمل أكتر من كده، وقررت تروح تحكي لتوم جارها. توم ده كان راجل كبير في الخمسينات، كان عنده كرش كبير وضحكة عالية، وكان عايش في البيت اللي قصادها. دايما كان بيسلم عليها وهي معدية قدام بيته. في يوم العصر راحت تخبط على بابه، كانت مرعوبة والدموع في عينيها. أول ما فتح لها الباب حكت له كل حاجة،
عن الورق والخطوات والإحساس المرعب إنها متراقبة، وإنها متأكدة إن الوضع بيزيد سوء كل يوم عن اللي قبله، وإنها مرعوبة إنه هيأذيها في الآخر. توم وشه اتخطف وحط إيده على كتفها وقال: انت مش لوحدك، لو شفتي أي حاجة غريبة كلميني على طول، ليل أو نهار أنا هجيلك جري. نانسي هزت راسها وهي بتشكره جدا لكلامه. لأول مرة من أسابيع حست إنها مش لوحدها وإن في حد جنبها. لكن الرعب موقفش عند كده. الورق اللي كانت بتلاقيه بقى كله تهديدات واضحة: هقطع رقبتك الحلوة، مفيش حد هيقدر ينقذك، أنا جايلك قريب. نانسي بقيت ما بتخرجش من البيت إلا للضرورة، وبقيت تقفل الأبواب والشبابيك 10 مرات كل ليلة، وكل ليلة بتقعد تسهر مش قادرة تنام من الرعب. وفي يوم وهي واقفة في المطبخ بتعمل شاي عشان تهدي أعصابها لمحته. كان ماشي في الممر بتاع بيتها، كان طويل ورفيع ماشي ببطء، كأنه مش فارق معاه إنها شافته، وكأن الحركة دي بقت العلامة اللي تعرفوا بيها إنه بيتحرك بالراحة كده، ولا كأنه خايف حد يشوفه. نانسي قلبها وقع في رجليها، المرة دي حقيقي هو جاي يقتلها. جريت على التليفون بسرعة وكلمت 911. صوتها كان بيترعش وهي بتهمس: من فضلكم حد بيحاول يقتحم بيتي، تعالوا بسرعة. الموظف قال لها تهدى وإن المساعدة جاية في الطريق، لكن نانسي كانت متأكدة إنه خلاص هيحصل اللي كانت خايفة منه. نانسي بتقول إنها أول ما شافت الراجل بيحاول يقتحم البيت مسكت الموبايل بسرعة واتصلت بتوم جارها. التليفون كان بيرن لكن مفيش رد، لا صوت ولا رسالة صوتية ولا حتى أي حاجة. كانت مرعوبة جدا، قلبها بيدق بسرعة وهي حاسة إن الشرطة مش هتلحق تيجي في الوقت المناسب. كانت لوحدها تماما في الوقت ده. كان عندها مسدس صغير والدها كان مديهولها لما خرجت تعيش لوحدها، وكانت دايما حطاه محمل وجاهز. مسكته بايدين بتترعش وبدأت تنزل على السلالم ببطء وهي في الضلمة، المسدس متوجه على الباب بتاع البيت، وبتدعي ان الشرطة توصل قبل ما يحصل اي حاجة. الدقايق كانت بتمر ببطء، ايدها كانت بتعرق وبتزحلق المسدس من ايديها، وفجأة الباب اتفتح بقوة، اتكسر واتفتت حتت، ودخل ظل سريع من الباب. في اللحظة دي نانسي ما فكرتش، صرخت وسحبت المسدس. 3 طلقات نارية صوتهم سمع في البيت، صوتهم كان عالي جدا لدرجة انها بقت مش سامعة نفسها. الراجل اللي دخل وقع على الارض، جسمه مرمي قدامها. نانسي سابت المسدس من ايديها اللي كانت بتترعش ونزلت السلالم وهي مش قادرة تتنفس. النور كان مقفول لكن ريحة الدم كانت مالية المكان. فتحت النور وهي حاسة براحة غريبة. اخيرا الموضوع انتهى. المشكلة اللي كانت بتعيش فيها بقالها شهور هتدفن مع الراجل ده تحت الارض، لكن لما النور اشتغل حياتها كلها اتحولت لكابوس. الشخص اللي كان مرمي قدامها ما كانش الراجل اللي هي تقصده واللي كانت مرعوبة منه طول الفترة اللي فاتت، ده كان توم جارها. توم جارها الطيب اللي كان دايما بيطمنها ويقول لها انه جنبها. كان وشه باهت وهدومه مبلولة بالدم وفي ايده كشاف مش سلاح. نانسي وقعت على الارض جنب توم وهي بتصرخ وبتقول له انها اسفة وما كانتش تعرف، لكن توم ما كانش بيرد، كان بيتنفس بصعوبة والدم بيطلع من بقه. نانسي كانت بتحاول توقف النزيف بايديها لكن كان فات الاوان. لما الشرطة وصلت نانسي كانت لسه قاعدة جنب توم، جسمها كله متغرق في دمه وبتحاول ترجعه للحياة لكن مفيش فايدة. خدوها على القسم وهي في حالة صدمة، حكت لهم عن الراجل اللي كان بيطاردها، عن الورق اللي كان بيسيبه لها قدام الباب، عن الطيور الميتة والخطوات اللي كانت بتسمعها. قدمت لهم علبة الجزمة اللي كانت محتفظة بيها وكان فيها كل الورق اللي كانت بتلاقيه. حست انها اخيرا هتاخد حقها وان الشرطة هتصدقها وتساعدها، لكن وشوشهم كانت باردة كأنهم ما كانوش مصدقينها اصلا. بعد كذا ساعة جالها خبر ان توم مات في المستشفى. نانسي كانت قاعدة في أوضة التحقيق زعلانة جدا عليه. الشرطة بدأت تدور في كل حاجة، البيت، الجنينة، الشارع، وحتى صور الكاميرات في المطعم اللي كانت شغالة فيه، لكن مفيش حد شاف الراجل اللي كانت بتتكلم عنه. حتى لما سألوها عن شكله قالت لهم انه كان طويل ورفيع، شعره اسود ودهني ودايما لابس سويت شيرت رمادي، لكن ولا حد من زمايلها شافه ولا حتى الكاميرات كانت لقطت اي صورة ليه. وفي الاخر الشرطة قالوا لها ان خط الايد اللي في الورق نفس خط ايدها، وان بصمات الرجلين اللي كانت بتقول انها تبع الراجل ده طلعت نفس بصمات جزمتها.
وإن الطير الميت اللي لقيت ريشه قدام الباب ممكن تكون هي اللي عملت فيه كده. قالوا لها مفيش أي دليل على وجود شخص تاني غيرك، كل حاجة بتشير إنك انت اللي عملتي ده كله. نانسي بتقول إنهم ودوها لدكتورة نفسية، واحدة ست جديدة جدا لابسة نظارة وقاعدة بتكتب ملاحظات وهي بتتكلم. نانسي بتحاول تقنعها إنها مش مجنونة، وإن الراجل اللي كان بيطاردها حقيقي، وإنه كان بيتابعها بقاله شهور. الدكتورة سألتها عن حياتها، شغلها وأسرتها، ولو كانت حاسة بالوحدة. نانسي قالت لها إنها كويسة بس كانت خايفة، لكن الدكتورة ما صدقتهاش برضو. وبعد أيام من الفحوصات والأسئلة قرروا إن نانسي فعلا مجنونة وإنها مش مؤهلة تقف قدام المحكمة. قالوا إن كل حاجة في دماغها، وإنها اخترعت الراجل ده بسبب الضغط النفسي والوحدة، وإن ده كسرها وخلاها تفقد عقلها وتتحول لقاتلة. بدل ما يحطوها في السجن حبسوها في مصحة نفسية، مكان كله حيطان بيضة وأبواب مبطنة، والممرضات بيبصولها كأنها وحش. لكن نانسي كانت بتكرر في دماغها إنها مش مجنونة، إنها عارفة إنها مش مجنونة. هي شافته بعينيها، حست بيه وهو بيراقبها. الورق، التهديدات، كلها كانت حقيقية، ما كانتش بتهلوس. هي ما قتلتش توم عن قصد، هي كانت فاكراه إن الراجل اللي كان جاي يقتلها أو يعمل فيها حاجة وقتها كانوا فاكرين إنها بتدافع عن نفسها. لكن دلوقتي توم مات، ونانسي محبوسة في المصحة، والراجل اللي كان بيراقبها لسه حر بره. في سنة 1988 كان عندي 8 سنين، طفل مكسيكي أمريكاني مصري، وقضيت الصيف في المكسيك. أبويا كان محذرني من زمان إن الخروج في الحقول أو المقابر لوحدي خصوصا بالليل خطر. أنا اتربيت على الخوف إن السحر حقيقي وموجود في المكسيك، خصوصا في الريف اللي هناك. الليل ده كان ضلمة خالص، مفيش كهرباء، كان في بس لمبات زيت وأنا معرفش استخدمها. فقعدت على الباب بره في ضوء القمر بسمع صوت الحشرات، كانوا صوتهم أعلى من المعتاد. وفجأة سمعت خطوات، كذا واحد بيقربوا، ما كنتش سمعتهم وهم لسه بعيد. بصيت حواليا وبدأت أقلق، ما كنتش سامع أصواتهم بس كان في صوت خطوات جرجرة وبدأ يعلى، كان شكله زي صوت ناس كتير. قمت جري بسرعة جوه البيت، وقعت كذا مرة وأنا بكبر الموضوع على نفسي كأني فجأة دخلت فيلم رعب وكل وقعة فيها موتي أكيد. قفلت الباب بالقفل وشديته، ومسكت عصاية الدفاية اللي جنب الباب وجريت على أوضتي اللي ما كانش فيها قفل. شباكي كان بيطل على القمر منور الأوضة كفاية عشان عيني تاخد على الضلمة. وقفت ماسك العصاية زي مضرب البيسبول وببص على الباب فترة طويلة، مفيش غير صوت السكون اللي كان مريحني شوية. مشيت على السرير ولسه هقعد عليه، لكن في آخر لحظة بصيت على الشباك، هناك لقيتها ست لابسة أشرب بتبص عليا. وقعت على السرير فجأة، كنت حاسس إني مرعوب، إيدي اترخت على العصاية وهي لسه بتبص عليا، والعصاية وقعت من إيدي. وبعدين بدأت تفتح بقها وتظهر أسنانها بس مش بتبتسم. وبعدين ظهر راجل بدقن كبيرة من الناحية التانية وكان بيوشوشها بحاجة. لاحظها وهي بتبص عليا، فبص عليا هو كمان، وشه اتغير وبدأ هو كمان يبين سنانه. كنت خايف أصرخ ففضلت متكتف مكاني. كل اللي في البيت كانوا نايمين، والراجل رفع ايده وبدأ يدوس على الشباك، بدأ يخبط عليه بخفة وبعدين بقوة أكتر، وشكله كان ناوي يفتحه. كنت هنهار خلاص، بس مسكت نفسي لو كسر الشباك يبقى كده أنا انتهيت. كان إحساسي إنهم هيسحبوني من رجلي لحد جهنم. وبعدين عقلي اشتغل، افتكرت العصاية، مسكتها وجريت على الشباك وضربت بكل قوتي. العصاية خبطت في الإزاز قدام الراجل والإزاز اتكسر، وأنا تلقائي غمضت عيني بسرعة عشان الإزاز ما يدخلش في عيني. ولما فتحت عيني تاني سمعتهم بيجروا بعيد، الرياح كانت داخلة من الشباك المكسور وصوت صرصار الليل كان مالي المكان. النور ولع في البيت كله، والدي وعمي دخلوا الأوضة بيجروا وسألوني كنت بعمل إيه، وبعدين شافوا الشباك مكسور. والدي اتعصب وبدأ يزعق ويسألني أنت كنت بتعمل إيه؟ كنت بفكر، وكل اللي قدرت أقوله بالعربي كان في ناس بره كانوا بيبصوا عليا. وساعتها عينين والدي برقت وسكت. عمي كان باصصلي باستغراب لأنه ما كانش بيفهم عربي. والدي مسكني من دراعي وزعق لعمي إنه يصحي كل اللي في البيت ويجمعهم في المطبخ. عمي بدأ يصرخ ويقول للكل إنهم يتحركوا بسرعة. من ال10 أفراد اللي كانوا في البيت
6 منهم انتهى بيهم الحال في المطبخ، ال4 التانيين والدي، عمي، و2 من ولاد عمي الكبار خرجوا برا البيت ومعاهم بندقية صيد ومسدس خدمة قديم وكذا جاروف. خرجوا لمدة يمكن 10 دقايق، بس أنا حسيتهم زي سنة. جوه المطبخ حاولت أشرح لماما والستات اللي حصل، وبدأت الأقاويل. عمتي بدأت تقلب كل المواجع وتقول للأطفال دي كانت لورونا وجوزها ودول ناس ميتين، وده خلى الوضع مرعب ليا ولابن عمي الصغير. ماما وعمتي التانية سكتوها وقالوا إنها بتقول كلام فارغ، وبعدين الرجالة رجعوا وقالوا مفيش حاجة، قالوا هيشوفوا تاني الصبح طلعنا برا كلنا نشوف المكان، لقيوا دم جنب شباكي، وعمي ما كانش شافه في الضلمة. ماما كانت باين عليها القلق بصوت مسموع. اليوم عدى من غير أي حاجة جديدة، لكن بقينا كام ليلة بعدها والدي وعمي وابن عمي كانوا بيبدلوا ورديات حراسة. في آخر ليلة لينا هناك حد جاب جورنال من المدينة القريبة، وكان فيه تحذير للفلاحين إن في عصابات فقراء بيهجموا على المزارع والبيوت وبيقتلوا أصحابها وبيسرقوا اللي يقدروا يشيلوه وبيرجعوا يستخبوا في الجبال. الخبر قال إن 12 شخص اتقتلوا، وكان في واحد بس قدر ينجو. فلاح قدر يضرب واحد من المهاجمين بالرصاص وقدر يروح لحد المدينة، لكن الدكتور الفاشل هناك ما قدرش ينقذه. وش والدي كان متجمد وهو بيقول هم دول اللي كانوا برا. بعد سنين سألت والدي انت قلت لعمي ايه في الليلة دي، ورده خلاني اترعب. قال لي قلت له شفت هيتوس، وساعتها عمي فهم على طول هو يقصد ايه. دورت على الكلمة بعد كده وعرفت ان هيتوس معناها بالعربي غجر.